وانت رايح تشتري عربية سواء مانوال او اوتوماتيك، بلاش الفكر بتاع زمان القديم وتطور، عشان بعد كام سنة لما تيجي تغير العربية وتبدل وتكبر ما تلاقيش نفسك اتعورت وكعيت. انا جاي لك النهاردة علشان اقول لك ايه اللي احنا هنعمله بالظبط واحنا بنشتري العربية وبالتفصيل. انا مؤمن الجزار، ودي صفحة بتاع تعليم سواقة. من قديم الازل واحنا كنا لما نيجي نشتري عربية ناخد معانا يا اما حد يفحصها، يا اما ميكانيكي، يا اما سمكري. ولو انت خدت ميكانيكي ما كنتش بتروح تاخد سمكري، ولو خدت سمكري ما كنتش تروح تاخد ميكانيكي. كل ده بحجة انك انت تقلل المصاريف. قال يعني الراجل اللي انت واخده ده بيفهم الكفت؟ لا، كل ده كان بعد فترة بيظهر لك انك انت غلطت وانك انت اشتريت عربية غلط. وكان في العربية حاجات بتظهر لما كنت تروح تبيعها وتلاقي العربية ما كانتش رشة وبقت رشة، وتلاقي العربية ما كانتش مغبوطة وانت بتبيع طلعت مغبوطة. كل الحاجات دي ظهرت لانك انت ما خدتش معاك الصح. جه بعديها كده من قيمة حوالي 4 أو 5 سنين ظهر معاك الاقلام والاجهزة اللي بتفحص العربيات. فبدأ الناس تاخد الاقلام وتفحص بيها العربيات والاجهزة دي وتروح تفحص العربية. وبرضه الاقلام والاجهزة دي كلها مش كافية، لان العربية بيتفحص فيها اكتر من جزء. عندك جزء ميكانيكا، عندك جزء كهرباء، عندك جزء عفشة، عندك جزء للصاج. كل الحاجات دي لازم 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 انك انت تفحصها كويس. ليه لازم؟ النهاردة سعر العربيات بقى مقارب للضعف. اللي انت كنت هتشتريه ب100,000 النهاردة ب200، واللي انت كنت هتشتريه ب200,000 النهاردة ب400,000. يا اخي ده الاسبورتاج عدت 1,300,000. انت النهاردة تبخل على نفسك وانت رايح انك انت تشتري عربية ب1000 او 2000 جنيه فحص. طب نعمل ايه؟ تعال اقول لك بقى نعمل ايه. اول حاجة انت لازم تكون فاهم كويس قوي وانت رايح تشتري عربية انك انت هتقول للراجل اللي انت بتشتري بيها العربية ان انت هتفحص العربية في التوكيل. التوكيل يعني اروح ادفع لي 5-6,000 جنيه في التوكيل؟ لا، التوكيل انت بتدفع النهاردة 1000 او 1500 او 2000 جنيه ماكسيمم. طيب بيوفر عليا ايه التوكيل؟ رقم واحد، بيوفر عليك ان هو بيكشف لك كل جزء عن العربية، ميكانيكا، كهرباء، موتور، عفشة، صاج. لو حتة فيها برومة بيقول لك عليها. طيب بعد كده بيديك ورقة كاملة فيها كل جزء من اجزاء العربية، ورقة فيها كل فتفوتة حصل فيها ايه في العربية، تمام؟ وبيمضيها ويختمها. طب دي هتفيدني في ايه؟ رقم واحد، هتفيدك انك انت يبقى معاك ورقة مختومة بالمكان اللي انت رحت فيه، سواء التوكيل او مركز معتمد او حد بيديك ورقة معتمدة يقول فيها ان العربية فيها 1 2 3، تقدر ترجع له في اي وقت. طيب لما اجي ابيع العربيه بعد كده هيبقى معايا الورقه اللي انا اشتريت بيها ان العربيه دي مفحوصه وفيها كل حاجه سليمه. طيب نيجي بقى للجزء اللي بعد كده. انا بقى جيت بعد كده ورحت وبعت العربيه بتاعتي وانا عامل فحص العربيه، كل جزء انا عامل فيه خبطه ده اللي هيظهر معايا في الوقت الحالي. يعني انا حاليا هيظهر معايا ان انا كنت انا اللي خابط او كانت العربيه مخبوطه مني، انما ما قبل كده كل حاجه سليمه معاك. طيب فرضا بقى لو انت جيت تقول لصاحب العربيه انا عايز افحص العربيه في التوكيل وقعد يهرب منك، اعرف على طول ان العربيه دي فيها مشكله، لان معروف جدا ان العربيه في الوقت ده هي العربيه هينكشف على كل جزء. فمعنى ان هو هرب منك ده معناه ان العربيه فيها مشكله او معموله عند صنايعي حريف شويه، فيقدر ان اي حد ما ياخدش باله. انما التوكيل او المركز المعتمد ده بيكون بيفحص كل شبر في العربيه. فمعنى ان الراجل ده بيهرب منك اعرف على طول ان في مشكله. لا، انت ممكن تعمل حاجه كمان اجمل واجمل. ممكن تقول وانت بتشتري العربيه لصاحب العربيه لو انا في الوقت ده لقيت حاجه غير الكلام اللي انت قلتها لي في العربيه، انا مش هشتري العربيه ومش هدفع حق الصيانه بتاعه التوكيل، اللي هو حق الفلوس اللي انت بتدفعها علشان تضمن ان العربيه ما فيهاش مشاكل. قول له مش دافعها، هيجيب ورا على طول. دي احسن وسيله دلوقتي انك انت تامن بيها العربيه اللي انت هتشتريها. النهارده العربيات بقت اسعارها مطينه بطين، انت بتتكلم في اسعار فوق الخيال. يبقى لازم تامن العربيه اللي انت بتشتريها دي.
اقل عربيه النهارده في السوق بتتكلم في 300 او 400 في الاسعار المتوسط بيها انك انت تشتري عربيه. يبقى لازم ان احنا نفحص عربيتنا كويس جدا 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 وما تبخلش وتطور، وابعد عن الفكر القديم بتاع زمان، عشان بعد كده انت هتتعور في فلوس كتير لو كانت العربيه لا قدر الله لا قدر الله رشه مثلا وكنت واخدها على انها فابريك. ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش اللايك والكومنت بتاعك.